اليوم غادي نهضروا على واحد الجانب اللي كيعجب بزاف ديال الناس في مسلسل ذا سيمبسونز. هو الجانب ديال التنبؤات الغريبه وعلاقته بالماسونيه اللي دارها المسلسل في حلقاته، واللي بزاف منها تحقق في الحقيقه. وكاين حتى نظريات المؤامره اللي كتقول بلي ذا سيمبسونز فيها اسرار مخفيه وتنبؤات مستقبليه كتخلع عبر سنوات طويله. The Simpsons دار بزاف ديال الحلقات اللي فيها مواقف وأحداث خيالية، ولكن بعض هذه المواقف وقعت فعلا في العالم الحقيقي بعد سنوات من العرض الحلقات، بحال انتخاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في حلقة عام 2000، ظهور ساعات ذكية سمارت واتش قبل ما يخرجوا في السوق، استخدام أجهزة طبية متطورة أو تكنولوجيا معينة قبل ما تظهر للعموم، أحداث سياسية ولا رياضية دقيقة بزاف في الحلقة قبل ما توقع في الحقيقة. طبعا هذا الفيديو هنقسموه على ماشي جوج ديال الأجزاء، وإنما جوج ديال الفقرات. الفقرة الأولى اللي غادي فيها على التنبؤات، والفقرة الثانية اللي كندويو فيها دابا والفقرة الثانية اللي غندويو فيها على الماسونية. دابا أبرز التنبؤات اللي صدقات: انتخاب دونالد ترامب رئيسا في حلقة من عام 2000 بعنوان Far to the Future. بارت يشوف المستقبل. ليزا سيمبسون كتصبح رئيسة وكتقول بلي ترامب كان رئيس قبلها وخلف خراب كبير. هاد التوقع صدق تماما عام 2016. الساعة ديال اليد الذكية في حلقة ديال 1995 داروا عرض للساعات الذكية بحال اللي عندنا اليوم، وهاد التكنولوجيا طلعت في الواقع سنوات من بعد. كوفيد 19 الجائحة اللي شفناها كاملين في 2022. كاين بعض الناس اللي كيقولوا ان الحلقة ديال 1993 اللي داروا فيها فيروس كيهدد العالم قريبة بزاف لفكرة كورونا، ولكن هذا التوقع خيالي اكثر. استقالة البابا بنديكت السادس عشر في حلقة 2010 البابا بنديكت كيتنحى من منصبه، وفعلا البابا استقال عام 2013. فشل كرة القدم الأمريكية الهزيمة القاسية في عدة حلقات تنبؤوا بنتائج مباريات كرة القدم بدقة عالية. كاين اللي كيقولوا أن فريق صناعة ذا سيمبسونز عندهم معلومات سرية على المستقبل، ولا عندهم اتصال مع ناس في الحكومات أو منظمات سرية. كاين نظرية كتقول أن الرسوم اللي كيبانوا في المسلسل بحال الرموز واللوحات فيها رسائل مخفية كتتعلق بالماسونية أو التحكم العالمي. شخصية مستر بونز كيرمز للحكومة الأمريكية والنخبة المالية اللي كدير مؤامرات على الناس. تنبؤات كدليل على وجود جهة كتراقب العالم. كاين اللي كيعتقد أن ذا سيمبسونز كيعطي إشارات حول الأحداث المستقبلية، لحقاش تما كاينة جهة سرية كتستعمل المسلسل كأداة تواصل بها مع الناس أو باش تخبرهم على الخطط المستقبلية. ولكن كيفاش التنبؤات كتوقع؟ The Simpsons مسلسل طويل وعنده مئات الحلقات، ومع الوقت كتلقى أحداث كثيرة كتشبه الواقع، لحقاش الحياة فيها بزاف ديال المفاجآت. المسلسل كيحط مواقف سياسية واجتماعية مستوحاة من الواقع، وهذا الشيء كيخلي بعض التوقعات صحيحة. بعض من المشاهدين كيديروا ربط بين الأحداث ديال المسلسل والحقيقة مر الوقوع ديالها، وهذا الشيء كيزيد الشهرة والنظريات. أمثلة واحدة أخرى للتنبؤات العجيبة هي ظهور فيسبوك والأثر ديالو على الحياة الاجتماعية، ظهور فيروس إيبولا وانتشاره، اكتشاف جسيمات صغيرة جدا الهادرونات، وانهيار الاقتصاد العالمي. وما نساوش حتى الموت ديال الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اللي كانوا داروا في واحد الحلقة أنها ماتت في العام 2022، وبصح في 2022 ماتت الملكة إليزابيث. بزاف ديال الناس كيبقاو يتابعوا ذا سيمبسونز ماشي غير للضحك، ولكن باش يحاولوا يلقاو تنبؤات اخرى، وانا شخصيا كنت من هاد الفئه ديال الناس. وسائل التواصل الاجتماعي كتنشر فيها هاد الفيديوهات والصور اللي كتأكد التنبؤات ديال ذا سيمبسونز. هاد الجانب عطى المسلسل مكانه خاصه كواحد من اشهر المسلسلات اللي كتخلط بين الكوميديا والتنبؤ. دابا غادي ندوزو للفقره الثانيه ديال الفيديو ديالنا، واللي هو السيمبسونز وشنو هي العلاقة ديالهم مع الماسونية. اولا شنو هي الماسونية؟ الماسونية كنت دويت عليها اصلا في فيديو اللي قبل، الا بغيتو ترجعوا تشوفوه، وغنعاود نعطي تعريف عليها صغير دابا. الماسونية هي جمعية سرية ظهرت من قرون، عندها رموز وسيمبولات خاصة، وعندها مبادئ واهداف كتهم الاخوة، الحكمة والنور الداخلي. كما كيقولوا الناس اللي كيدخلوا ليها خاصهم يتبعوا طقوس معينة،
ولكن على مر الوقت الماسونية ولات مرتبطة عند بزاف ديال الناس بنظريات مؤامرة بحال التحكم في العالم، الأسرار الكبرى والسيطرة على الحكومات وعبادة الشياطين. وهاد النظريات أنا متفقة معهم الصراحة. الرموز اللي كيتشافروا في البرنامج، بزاف من الحلقات تقدر تلاحظ رموز غريبة بحال العين اللي كتشوف كل شيء Eye of Providence، وهي رمز معروف في الماسونية، شعار مثلث أو هرم ظاهر في بعض المشاهد. بعض الحلقات فيها إشارات خفية على المؤامرات عالمية أو شخصيات عندهم قوة كبيرة بحال مستر برونز اللي كيمثل السلطة المالية والنخبة. النظريات اللي كتقول ان ذا سيمبسونز فيه رسائل ماسونيه، الناس كتقول ان الماسونيه كتستعمل ذا سيمبسونز باش توصل الرسائل للناس بطريقه خفيه. كاين اللي كيهضر على ان العائله كلها رموز، هومر كيمثل الانسان العادي ومستر برونز هو النخبه اللي كتسيطر. كتواجد الرموز الماسونيه ماشي صدفه، ولكن مقصوده باش يكون جزء من رساله كبر. كاينين مؤامرات كتقول ان كل شخصيه عندها دلاله رمزيه او سياسيه، ولكن واش هادشي حقيقي؟ حتى لدابا ما كاينش دليل على ان ذا سيمبسونز فعلا مرتبطه بالماسونيه ولا اي جمعيه سريه. بزاف من الرموز هم استعمال فكاهي وساخر وكيستخدموها باش ينتقدوا المجتمع والنظام العالمي بطريقه ذكيه. بعض الرموز هي جزء من الثقافه الشعبيه اللي كيتناقشوا فيها الناس، ولكن ما كاينش دليل على وجود مؤامره حقيقيه. مثلا حلقة هومر the Great اللي هومر فيها كيدخل جمعية سرية سميتها The Stone Cutters اللي كتسخر بطريقة واضحة من الماسونية والطقوس السرية. هاد الحلقة فيها بزاف الرموز الطقوسية والاحتفالات الغريبة اللي كتشبه الماسونية، ولكن كلها كوميديا وسخرية. علاش الناس كيتخيلوا المؤامرات؟ The Simpsons كيركز بزاف على النقد الاجتماعي والسياسي، وهذا الشيء كيعطي المجال للناس باش يشوفوا الرموز في كاع البلايص. الثقافة الشعبية كتخلط الحقيقة بالخرافة وكتزاد القصص على القصص. المسلسل كيعتمد على الإشارات الخفية كطريقة فكاهية وساخرة باش ينتقد المجتمع. إذن The Simpsons ماشي غير كرتون عادي، ولكن فيه جانب غامض ومثير بزاف. التنبؤات والمؤامرات اللي كتدور عليه كتعطيه هالة ديال الغموض وكتخلي الناس دايما متشوقين يشوفوا الجديد. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوه مع صحابكم، وبغيت نعرف منكم شنو اغرب تنبؤ سمعتوه على The Simpsons. كتبوا لي في التعليق. باي باي.